ونكونوا على علم بهذه المسألة هذه، أن هذا القرار هو قرار غير مشروع وغير قانوني. مجموعة الناس واحتج بجوج حوايج سياسية. المسألة الأولى خاصة حددنا عليها أن في الدولة كاين 2600 وراهم جالسين دابا حاليا لا يشتغلون، وكذا يعني. والسبب الثاني هو أنه احتج بالقانون 1300 اللي هو قانون خاص بالتكوين المهني، وفي الجريدة الرسمية التي صدرت عام 1995 فليزيف سي اس او معاهد هي الاطر في الميدان الصحي تابعه للتكوين العالي، وبالتالي ماشي التكوين المهني كيف ما كتظنوا، وماشي داك التمرير المواطن ثم الكذب على الشعب، فهو يعني اهانه للشعب حد ذاته، حيث انه يجيبوا لنا على اساس الله نشد على اساس نضاليه لطلبه المعاهد الاطر في الميدان الصحي من الطلبه الممرضين. وبالنسبه للتدخل ديالي وفي اطار يعني الموضوع ديال اللقاء ديال اليوم اللي هو مهام حزب التقدم والاشتراكيه في الحكومه الحاليه، فاحنا الطلبه الممرضين كنتسائلوا شنو هو الموقف ديال حزب التقدم والاشتراكيه. وهنا كنخص يعني بالحديث ديالي السيد مدير ديوان وزير الصحه. فبغينا نعرفوا الموقف ديالكم من الخروقات القانونيه والخروقات الدستوريه اللي كتوقع. فاخر ما جات به الصحه الصحيه هو مشروع المرسوم رقم 2/12380 اللي كيقول ان الناس ديال القطاع الخاص التقنيين المتخصصين تابعين للتكوين المهني يدوزوا نفس الكونكور مع الطلبه الممرضين التابعين المجازين من الدوله. فاحنا كما شار الاخ توفيق، فحنايا بموجب الجريده الرسميه الصادره في 1995 فلي اس تبع التعليم العالي، وقالوا بان هذه الجريده تم التصميم ديالها والتعديل ديالها. فبغينا شي واحد من الوزاره يورينا ورقه كتثبت ان لي اس تبع التكوين المهني، ولا ان مدارس القطاع الخاص مدارس التكوين المهني الخاصه تبع التعليم العالي ديك الساعه على راسنا معينين يدوزوا معنا هذوك الناس الكونكور. فهذا من جهه اخرى فاحنا بغينا نوضحوا هذا بعد كنشكركم على هذه الفرصه اللي عطيتونا باش نوضحوا للشعب المغربي والمواطن العادي المغربي انه حنا كطلبه ممرضين ماشي ضد الناس ديال القطاع الخاص، هذوك خوتنا وولاد عمامنا وخواتاتنا وولاد خوالنا، ولكن شنو الخروقات القانونيه اللي كتوقع. يعني واحد يعني ما غاديش نهضروا على لي كريتير ديال لاكسي لي ديال سي اس، فحنايا ماشي ضد دوك الناس اللي حنا ضد فيهم كاشخاص، بل هذوك الناس تفتح لهم الباب ديال الولوج للقطاع العام النهار الاول فاش تنصر الكونكور داكسي لي سي اس وما دخلوش. دونك ما نجيوش في الاخر ونلقاوهم معنا على قدم وساق ناخذوا ندوزو في الكونكور داكسي لا فونكسيون بوبليك. فبغينا نعرفوا تو سامبلومون الموقف ديال حزب التقدم والاشتراكيه من الخروقات القانونيه والتحجج المغلوط بالقانون 1300.